السلام عليكم من جديد مباشرة على راديو أصوات وضمن حلقة اليوم من برنامج بقلب مفتوح مع إسماعيل. للتواصل معنا 05 22 77 24 24. إذن غادي نعيشوا معكم الحلقة ديال اليوم عدد من القصص ديال البحث والنداء، وغادي نبداو بواحد القصة قديمة دازت في شهر 10 نشوفوا شي تطورات فيها ونعملوا واحد المقارنات. بغيناكم تردوا البال، الله يجازيكم بخير وتعاونوا معنا من أجل الملاحظة ديال ديال المقارنات اللي كنعملوا. قبل ما نمشيو هذا الموضوع ديال النازل على الطاوية، خليونا نتكلموا شوية على الاختفاء اللي كنا عالجناه في البرنامج لمدة 3 الحلقات متتالية، والاختفاء اللي كان كيتعلق بفقدان الفنان المعتزل الرئيس الحاج المهدي بن مبارك، والذي اعتزل الشعر والغناء في الثمانينات وخرج من المنزل ديالو في سباتة بالدار البيضاء وهو في سن تلامس 90 سنة. خرج ولم يعد، وكان الحد قبل الحد اللي فات تقريبا هذه شي 15 يوم. كنا تكلمنا مع الابن ديالو الاخ عمر وداو لنا شويه هذا الموضوع، المعلومات اللي كاينه والوقائع والظروف. وتكلمنا ايضا مع الفنان الرئيس احمد والطالب المزودي اللي كان معنا في البرنامج، وصلتنا الضوء من خلال الحوار معه على يعني الأهمية الفنان والمسار ديالو إلى غير ذلك. وعملنا منشورات في الصفحة ديال البرنامج بالفيسبوك، إلى أن جاء الخبر المؤسف اليوم. انتقل إلى جوار ربه عشية اليوم الفنان الرئيس الحاج مهدي بن مبارك، وثم العثور على جثمان الفنان بمقبرة الغفران بالدار البيضاء بعد اختفائه المفاجئ لمدة 13 يوم. حضر إلى عين المكان السلطات الأمنية المختصة لمعاينة مكان الحادث ونقل جثمان الفنان إلى مستودع الأموات. وكان المرحوم قد سبق أن اختفى عن الأنظار مخلفا صدمة لدى أقربائه ومحبيه اللي كانوا كيبحثوا في كل مكان في الدار البيضاء، وأنه كان يتداوى من عدة أمراض مزمنة. رحم الله الفنان الحاج مهدي بن مبارك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكل التعازي والمواساة لأسرته. الحمد لله، استغفر الله، عفوا. كل التعازي الأسرة ديالو والمحبين ديالو والتضامن معهم في هذا الوقت العصيب. كنت أتذكر، إلا كنتوا كتذكروا، بأن الأخ عمر الابن ديال المرحوم في ديك اليومين الأولى فاش اختفى كان قال بأنه كانت عندنا شكوك لا يكون مشى لمقبرة الغفران. وحتى الفنان المزودي والطالب المزودي تكلم على هذه المسألة وتكلم على مقبرة الغفران والرحمة، وقال لك راه مشينا لهذه المقبرة وهذا. يعني كانت هذه الشكوك هذه، وكانت هذه السيناريوهات ديال أنه المختفي كان تما، نظرا لأن عنده واحد الابنة توفات، وكان قال له عمر ربما مشى يزور القبر ديال الابنة ديالو الراحلة. وفعلا مشاو تما وقلبوا. والغريب في الأمر أنهم كانوا تما وما بانش لهم. زائد أن الجثة ديال الحاج الله يرحمه لقاوها حدا شي شجار ولا ما عرفت شنو. يعني شفت واحد الفيديو في احدى القنوات الالكترونيه اللي عملت المباشر، فيه شخص من السلطات او من الامن او من الدرك يبدو بانه هاز شي منشار بحال الا كانوا قطعوا به شي شجر باش يتوصلوا للجثه. هذا هو المتداول في الفيديو. ماذا يعني هذا؟ واش كان الحاج؟ يعني السؤال اللي كتطرح دابا هو من امتى توفى الحاج المهدي؟ واش توفى غير اليوم ولا البارح ولا يومين هذه ولا 3 ايام، او لا توفى في نفس النهار باش دخل المقبره؟ ولا هذا هو السؤال. ثم
العائله ديالو لما كانوا كيبحثوا واش ما بحثوش مزيان جات ديك الشجر والحيط وهذا، او لا ما كانوش ظانين بانه يكون طاح تما. يعني ما عندناش اجوبه لهذه المساله هذه. ربما العائله ديالو هي اللي غادي تكون عارفه التفاصيل. لكن هاد القضيه هذه كتطرح واحد للاسف واحد يعني كطرح تساؤلات بزاف على هاد مسائل المقابر وعلى الحراسه وعلى زعما هاد مقبره الغفران ودخل هاد السيد هذا، واش ما كاينش واحد الامن تما ديال السيكوريتي ولا سميتو، ولا زعما واش ما كاينش شي مراقبه لهاد المقابر؟ لانه لما دخلها المرحوم كانوا غير يردوا البال واش خرج واش بقى تما. الا بقى تما ما عرفتش. ثم المسطره البحث ديالهم واش كانوا عملوا شي تنشيط كما يجب في المقبره في ديك اليومين الاولى، علاو عسى ينقذوه الا كان طاح سخاف ولا شي حاجه. ولكن اللي عطا الله عطا. غير اسئله كيطرحوا كنبقاو نتحسروا بعض المرات على هذه المسائل بحال ما هكا، لان يتداخل فيها الجانب الانساني والاجتماعي بزاف ديال المسائل. انا شخصيا بقى في الحال لانه انتهى المشهد بهذا الشكل المؤسف. كنا نترجى الله وكنا نتمناو انه كان يكون بخير. كنت كنقول ربما كان مضيف شي حاد، ربما كان كياكل ولا يشرب شي بلاصه، ولكن الغياب ديال هذه المده كامله وهذه الايام بدون اي اثر طرح هذه المساله ديال انه ربما كان توفى. واش المهم اعلان الوفاه ديالو كانت اليوم، او اعلان العثور على الجثه ديال الحاج كانت اليوم، ممكن امتى توفى؟ هذا هو السؤال اللي كتطرح. الله يحسن العوان الاسره ديالو، لانهم 15 يوم تيجولوا في جل الشوارع الدار البيضاء والازقه حاملين الصور وحاملين مكبر الصوت، وكان واحد التعاطف كبير ديال المحبين ديال الحاج. ايوا ضا الله بهذا الشكل ما عندنا ما نقول. يكفي اننا نستحضروا الخصال ديالو. كان تكلم على الحج، تكلم على الدين، كان فنان ملتزم، تكلم على الأخلاق الحميدة، وقرب هذه القيم الجميلة للناس البسطاء بشعر جميل وبنية صادقة. ترك الخزانة بهذه الروائع وخلى واحد الأثر زوين عند الناس والمحبين ديالو. نطلبوا الله يرحمه والله يغفر له في هذا النهار. ومرة أخرى تنعزيو الأسرة ديالو والأبناء ديالو في هذا الوقت العصيب، الله يصبرهم في هذا النبأ المفجع وفي وفاة هذا الفنان الكبير. بقلب مفتوح مع اسماعيل دائما مباشرة على راديو أصوات، وننتقل الآن لموضوع آخر. نهار شهر 10 اللي فات، في حلقتين من شهر 10، حلقتين طبعا ديال الجمعة بحال هادو ديال النداء والاختفاء وصلة الرحم، كان داز معنا السي عبد الجبار هو والأم ديالو من نواحي قلعة السراغنة، بمنطقة قلعة السراغنة. كان السي عبد الجبار تيقلب على العائلة والأصول ديال الزوجات السي عبد الجبار، اللي كانت القصة ديالها باختصار كالتالي: أن الأم ديالها كانت ولدتها في بويا عمر، وكانت الأم جابوها العائلة، أمها وأخوها على ما تعتقد جابوهم شي مدينة أسفي أو شي من هذا القبيل لتغطية الحمل والادعاء بأنها مريضة. كان شي ظروف ولدت في بويا عمر، وتم التكفل بالابنه من طرف عائله تما، اللي هي الابنه هي الزوجه ديال سي عبد الجبار. وتوفيت الام في بويا عمر لظروف صحيه وديك سوء التغذيه وسوء ومرضت تما.
الله يرحمها. وكان السي عبد الجبار والام ديالو كانوا دوزوا معنا واحد العدد من الاشارات او من العلامات اللي سمعوا على العائله ديال الزوجه ديال السي عبد الجبار. اليوم جاتنا واحد الاتصال من واحد السيد كيقول بانه عنده علاقه بهاد الناس اللي تيبحثوا بهم. اولا خليونا نعاودوا نتكلموا شويه مع السي عبد الجبار من اقليم قلعه السراغنه. السلام عليكم السي عبد الجبار. وعليكم السلام ورحمه الله. كي داير سيدي؟ لاباس؟ بخير استثنائي. كلشي بخير. كي داير شويه مع الوقت؟ اللهم ولي الحمد لله. حاول استثنائي. السي عبد الجبار قال لي سيف الدين راه الام ديالك توفات، واش بصح؟ توفات الله يرحمها. الله اكبر. توفات لا فاطمه؟ لا اله الا الله. الله يرحمها. محمد رسول الله. الله يصبركم. الله يرحم الجميع. كانت مريضه مسكينه السي عبد الجبار؟ لا ما مريضه ما والو، كان جرات ليهم حديده تم في سميتو طريقياته. لا اله الا الله. لا اله. امتى هذا الشيء السي عبد الجبار؟ شي شهرين وشي 20 يوم ولا قل عجل. دايم الله اخويا. الله يصبركم. دائما كاين. الله يصبركم اخويا. الله يصبركم. كي دايره الزوجه ديالك شويه؟ لاباس تسالد اللهم ولي الحمد. الحمد لله. واخا خليك معايا السي عبد الجبار. عندنا واحد السيد قال بانه عنده شي معلومات على العائله الزوجه ديالك، نشوفوا نتاكدوا منها ونعملوا واحد التدقيق الا كان ممكن. واخا اي لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحم الله فاطمه. الله يرحم الله فاطمه. كانت معنا في شهر 10 ودوات معنا في البرنامج وعطات واحد العدد من الاشارات. والسيده الله يعمرها دار، طلبوا الله يرحمها ودعوا معها بالرحمه. واخا معنا السي هشام. السلام عليكم السي هشام. اهلا وسهلا. لاباس؟ كاين مشكل في الصوت. واخا نعاودوا نشوفوا مع السي هشام. سمعوا مزيان بعد قليل. ابقوا معنا دائما على راديو اصوات وبقلب مفتوح مع اسماعيل. عودة إلى الأخ هشام. ألو هشام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. كي داير؟ شوية بخير؟ رمضان مبارك. الحمد لله. باك عواشك باش ما تمنيتي إن شاء الله. الله يبارك فيك. امين الصحة والسلامة لك والأسرة ديالك. امين وعليك. اللهم امين. تواصلتي معنا اليوم أخويا ياك؟ تواصلت معكم على قبل واحد السيدة هي بنت خالتي. خالتي الله يرحمها سميتها رقية، هي بنت ألفي. خالتك سميتها رقية؟ رقية الله يرحمها. وكانت في بويا عمر، وكانت عندنا نبأ بأنها دات عندنا شي بنت. وهي كنيسة الطلحي. رقية. طلحي رقية. توفات مسكينة. توفات. امتى؟ توفات. تكون يمكن في ديك في الثمانينات. 84 85 تقريبا. توفات في الثمانينات. في الثمانينات. في الثمانينات. كتسمى الخالة ديالك ياك؟ خالتي. هي خالتي. وانتم منين اخويا هشام؟ حنا من اسفي. انتم من اسفي؟ حنا من اسفي. امتى سمعتي هذا النداء ديال السي عبد الجبار هو والزوجه ديالو؟ انا هذا النداء ما سمعتوش تقريبا. انا كنت على برا، غير دخلت هذا العام هنا ندوز رمضان في المغرب مع العائله ديالي. والاب ديالي عنده واحد ابن خالته هو اللي سمع النداء. هو اللي سمع وقال لك راه؟ وقالها الاب ديالي، والاب ديالي قالها لي مؤخرا، فهمتي؟ وانا بقيت كنبحث عليها. فهمت. وكان عندكم هذا الخبر هذا بانه المرحومه رقيه كانت ولدت او لا كانت عندها بنت اللي ولدت في بويا عمر؟ تقريبا. انا ندوز ديك الام ديالي اللي هي اختها. هي شنو الاسم؟ غتسال لي كلشي. شنو الاسم؟ ساليه. واخا. هي معك.
السلام عليكم. السلام لا السعديه لاباس؟ يا سيدي لاباس عليك؟ كي دايره؟ شويه بخير صحيحه؟ الله يجازيكم بخير على هذا الشيء، والله الا كنا حتى تنبحثوا كنتظروا هاد الساعه هذه. مرحبا لا السعديه. هذه راه اختي كبر مني، اختي راه بنت 57 مرضت مرض الصرع مسكينه الله يرحمها. ومشينا دينا هذا وانا الوالده بويا عمر باذن واحد السيده بالشهريه ديالها بالاكل ديالها كتجي المصروف وكدير وكنمشيو نزوروها. انا اللي زرتها وقالت لي راني ولدت بنيه وراه عطاوها لي لشي وحده في السيد رحال وسيدي بويا رحال ولا ما نعرف. وقالت لي هذيك السيده اللي شدت راه عطاوها ما عرفتش المهم بلا ما نخل شي حوايج ما غيتقالوش. المهم احنا انا عارفه اختي عندها البنت. نعم. وعارفه اختي بلا ان في عمر وكانت مريضه وعارفه اختي بلا انها. المهم انا عندي المعلومات بلا ان اختي كانت حامله مشات حامله من اسفل. وهذا الاخت ديك هي رقيه ياك؟ هي رقيه اختي كبر مني كبر مني بنت 57. اذا هي راه مات في عمر. مات في عمر هي كنا كنزوروها راه كنا كنمشيو عندها. والوالده ديالها لا السعديه باقا؟ نعم امي باقا حيه امي باقا حيه راه الوالده كانت هي اللي داتها على ما تنظن. داتها الوالده وداها عمي. المهم كان ما كانتش تخرج. عمي قال لي راه كاين واحد السيد راه كيداوي هادشي ديال الصرع نوضو ندوها. ملي مشاو للشيخ والقايد وحطوا لاكارت وعطوها لحد السيده كاريه وخلصوا لها الكرا وكدي شريطها وكدي كسوتها وكتجي عندنا حتى الاسفي وكدي هي فاش قالت لك راه خوالات الحوت حيت السيده كنقليو لها الحوت وكدي كل شيء مصروف وكتنصيفطوها كتمشي ديما تقعد شهرين وتجي عندنا دير المصروف وتمشي. واش فعلا لا السعديه عندكم شي حد في العائله هو كيشتغل في هذا الشيء ديال الحوت؟ هي خوتي خويا كان عنده الله يرحمه الدار خويا. راه هذيك السيده حيت كانت تجي ديما عندنا الحوت مقري اللي كانت شاده اختي. السيده اللي كانت شاده اختي حنا عطيها لها بالشيخ وبالقايد وبالمقدم. كان هاد الشيخ المقدم ذاك الوقت. وقيدت في الريجستر بلا كارت بدا عطينا السيده وديك السيده ربما انا عقليا سميتها رابحه هذاك الشيء اللي عقلتي عليه. باقيله اللي كانت شاده. ولكن علاش غبر الاثر ديالكم من هذاك الوقت حتى لا دابا المشكل فهمت لي. دابا المشكل انا مشيت انا والزوج ديالي زرناه حيت انا كان هذا الوليد هشام دابا اللي تكلم معكم كان قابلني في النفاس ديالو في 81. انا حامله بالبنيه بنت 83 هي حامله راه في 83 ربما 83 حامله ولا هكا بحال هكا. انا عندي الثمانينات كذا 80 صحيح. نعم اي في كذا 80 وهي هذيك السيده كانت تجي عندنا وكنقليو لها الحوت بزاف كتجي تقعد عندنا تضل وتغسل وتمشي وتبدل وكدير الحوايج ودير المصروف ديال الشهر ديالها باش كتصرف وكتمشي هذيك السيده. واحد الوقت مشيت انا الزوج ديالي لقينا اختي مربوطه بالسلسله وهي ما كايناش. قلنا قلبوا هي مالها كتشوفنا كنمشيو نصورو كتغبر. واحد الوقت تعطلات ما جاتش وهي طلع المهم مسكينه وخويا واحد ما خويا راه توفات. طلعوا داو تا مشغول ما نقولش لك راه الا جات تشوف عائلته راه تبارك الله راه ما نقولش لك عائلته كيفاش شنو دايره راه ما نقولش لك. وملي مشات مسكينه امي وقال لهم الشيخ فين كنتو راه 4 شهور هذه ولا 5 قالت لي السيده تعطلت علينا ما جاتش عندنا. كذا موالفه تجيك دير فلوس ودير تلبس ودير ما جاتش. قال لهم جو باش هي هذيك صافي. حنا كنا كنتمنوا هذه اللحظه ديال هذه السيده دائما. انا والله شي عليا امنيتي لان ديك البنت انا بغيت نشوفها. الحمد لله ها هي كاينه وغادي تشموا فيها ريحه اختكم المرحومه. يا ربي خليك معايا السعديه. هذا خبر مزيان هذا خبر مزيان ولله الحمد. السي عبد الجبار السلام عليكم. على سلامتكم. مبروك عليك. مبروك عليك. ها هي العائله الزوجه ديالك لقيناها. هذا الشيء اللي عاودت الوالده راه كلشي باقي مسجل هاد الامور. هذا الشيء راه مطقطق. لا هذاك الشيء هو هذاك كلشي مكتوب عندي. هذا الشيء اللي عاودت الوالده هو اللي الله يرحمها. الله يرحم الله فاطمه في هذا النهار. والله الا كنهضر معاك وعندي التبوريشه حيت بغيت هذا الخبر. الله فاطمه مسكينه الله يرحمها. ايوا اللي دارت اللي في جهدها راه دارتو استثنائي. والله الا ترجيت زعما وفرحت قبيله قلت لي في الدين الله فاطمه غتفرح حتى جانا هذا الخبر ديال الوفاه. لا اله الا الله. تا هي الدريه راه بقات مهليه فيها وداك الشيء وسميتو ودارت عليها النداء تا النهار ما اعتبره هو هذا. الزوجه ديالك السي عبد الجبار كاينه حداك؟
لا انا تلقاني باقي برا، غندخل وغنشوفه. حيت ضروري نهضروا معها باش نعطيوها هاد الاخبار ونخليوها تهضر شويه مع خالتها. واخا خليك معايا في الخط، خليك معايا. يلا مرحبا. غادي نطلبوا من السي عبد الجبار باش يدخل. شوفوا الدنيا توفات الام ديالو لا فاطمه اللي دوزت معنا هذا النداء، يعني العدوزه ديال مرت عبد الجبار. مرت عبد الجبار دابا في هذه اللحظه راه ناعسه، غادي يدخل عند السي عبد الجبار بشويه باش يعطي هذا الخبر بانه لقينا العائله ديالها، وغادي يتكلم مع الخاله ديالها لا السعديه. الو لا السعديه. نعم سيدي. غادي تعطينا شويه د الوقت بما يدخل السي عبد الجبار عند مرته اللي هي بنت اختك، ونهضروا معها شويه ونفرحوها ونفرحوك ان شاء الله. مرحبا خويا. مرحبا. نهار كبير هذا. مرحبا خويا. مرحبا. الله يجازيكم بخير. مرحبا. لا اله الا الله. والله العظيم الا واحد الاجواء من عرفتي تتختلط ديك الفرحه بالحزن. الحزن ديال الوفاه لا فاطمه الام ديال السي عبد الجبار اللي كانت متشوقه بغات تعرف العائله ديال عروستها مرت السي عبد الجبار، والفرحه ديال لا السعديه اللي بغات تتكلم مع بنت اختها الراحله رقيه الله يرحمها اللي توفات في بويا عمر، وخلات البنيته رضيعه وكبروها الناس تما ولات زوجه. غادي نتسناو شويه بين ما يدخل السي عبد الجبار عند الزوجه ديالو باش تدوز معنا في المباشر ونهنئوها ونعرفوا على العائله ديال الام ديالها وتعرف على خالتها. اول حاجه تعرف على خالتها السعديه لاول مره. السيده اللي في قلعه الصراغنه راه نعيش واحد اللحظه تاريخيه، لاول مره غتكلم مع خالتها وغتعرفها، لان ما عندها حتى شي معلومات على الام اللي ولدتها في بويا عمر وماتت وانقطعت الاخبار من الثمانينات، يعني من فاش كانت رضيعه لدابا. لان اذا نعطيو شويه الوقت بما يدخل السي عبد الجبار المحل ديالو ونكملوا. خليكم معنا دائما في الاستماع لراديو اصوات ولهذه المشاعر الرائعه والمفعمه بالانسانيه وبقوه تواصل برنامج بقلب مفتوح على راديو اصوات. نعود بعد قليل. السلام عليكم من جديد مباشرة على راديو أصوات، وحلقة اليوم من برنامج بقلب مفتوح مع إسماعيل اللي كنعيشوا فيها لحظة من لحظات الدفء وقوة التواصل والفرح باللقاءات اللي كيرسمها برنامجكم بقلب مفتوح مع إسماعيل بين الفينة والأخرى. إذا معنا الآن خديجة اللي غادي نزفوا لها الخبر العثور على عائلة أمها المتوفية المرحومة رقية. السلام عليكم خديجة. سلام. كي دايرة؟ لاباس؟ لاباس بخير. أولا الله يصبرك وعدم لاجرك في عدوزتك الله فاطمة الله يرحمها. واش ندير خويا الله يرحمها مشى معك باس. راه زعما تألمت صراحة قبيله فاش قالها لي السي عبد الجبار، تألمت الله يرحمها مسكينة والله يصبركم. ايوا هي اللي كنا معاودين لها اسرارنا كلها، هي اللي دارت لي هذا الشيء وفتشت لي على هذه العائله تاعها داك بكل فرح. ما تمنيت قبيله قلتها لسي بدي قلت لي ترجيت لو كانت لا فاطمه غير نسمعوا هذا الخبر هذا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. لا اله الا الله. ايوا مشى معك باس خويا الله. كي دايره شويه كي دايرين مع رمضان؟ الحمد لله اللهم لك الحمد. ايوا اش غنقول لك خديجه، كيف قلتي كان نبارك لك العثور على العائله ديال الوالده ديالك الله يرحمها، هاد الناس اللي في اسفي. الله يبارك فيك اخويا الله يرحم لك الوالدين. والحمد لله راه هذا نهار كبير ونهار جديد، وهذه هي الدنيا كتكون اخبار صعيبه وخبار تفرح. داك الشيء اللي تمنيت ان شاء الله راني بكل فرح بقلبي كنتفرح ولا راني جيت العائله ديالي ونفرح بها ان شاء الله. واش كنتي ناعسه فاش قالها لك عبد الجبار حيت عيطنا له؟ كنت ناعسه. دخل عندي جا عندي يعني ناعسه قالها لي. ما كنتيش توقعتي؟ واش نسيتي هذا الموضوع ولا بقيتي كتفكري كتقولي راه مازال كاين الامل؟ بقيت نفكر فيه، هو اني ملي مات عدوزتي وداك الشيء هي اللي كانت حابه ليا في هذا الشيء وكتسول ليا وكتهضر ليا وداك الشيء نسيتها. ولكن كاين الفرج ديال الله سبحانه وتعالى. الحمد لله اللهم لك الحمد. اذا اول حاجه غادي نعملوا معك خديجه هو انك غادي تكلمي مع خالتك.
الحمد لله ان شاء الله. ها هي خالتك معنا سميتها السعديه، غادي تكلمي معاها واخا؟ ايه كل فرح. مرحبا. الو لا السعديه. نعم سيدي. ها هي بنت اختك، تكلمي معاها وصلي معاها شويه الرحم، تفضلي. بنيتي. الو. يا بنيتي لاباس عليك؟ لاباس. والله شويه صوتك ما سمعتش. ما كنسمعوكش مزيان لا السعديه. راني كنسمعكم انا كنسمعكم. تفضلي لا السعديه، هي خديجه معك، تفضلي. مرحبا بك بنيتي. الو. لاباس عليك؟ لاباس عليك، كنسمعك. انا كنسمعك. كتسمعيني خالتي؟ اييه كنسمعك بنيتي، كنسمعك. ايوا الحمد لله، اللهم لك الحمد. مرحبا بك بنيتي. هاد المعلومات اللي عطيتيني راني انا خالتك. عرفتيها بالله راه امي هذيك الله يرحمها. اييه بنيتي، اييه كلشي كنعرفو. وهي انا راه امي اللي كانت مربياني الله يرحمها ما كانتش معوده ليا هاد الاسرار. ما كانتش معاودها ليا، كانت عاد تقول لي، كنسمعها بنادم كيقولوا لي راه مربياها وصافي ما عرفت انا منين. حتى ماتت الله يرحمها، اللي قالتها لي مرت خالي. كتعرفها مرت خالك؟ مرت خالي اللي كانت تمشي معاها وداك الشيء وعارفاها، وهي تقول لي راه مياك الله يرحمها كانت تمشي لبويا عمر، دات امها مريضه ومشات لبويا عمر، وهي تلقى واحد المراه عندها دراريه قالت لي، وهي تصاحب معاها وهي تعطيها ليها. لا بنيتي ما عطاتهاش، لا بنيتي ما عطاتهاش لها. المعلومات اللي قالك عطاتها لها قلعوها لا بنيتي صح. انا مشيت عند اختي نزورها تما قلعوها لها صح. قالت لي ما خلونيش نرضع البنيه ديالي، ما خلونيش نرضع. لا بنيتي ما قلعوها ليها. الله يسامحها الله يسامحهم، قلعوها ليها وعطوها صحة. ماشي بنيتي سامحت فيها، هي ما سامحتش فيها. انا نقول لك انا راه كنت عندها وقالت لي راني ما خلوني نرضع بنتي، ما خلونيش نرضعها. والله يسامحها بنيتي. مرحبا بك بنيتي، مرحبا بك. هذا الموضوع تنكونوا بيناتنا نهضروا. مهم راه العائله ديالك، ومرحبا بك، بيتنا مفتوح ليك من غدا. مرحبا بك، لا انت ولا عندك وليدات ولا الزوج ديالك، مرحبا بكم نجي نشوفوا. الحمد لله مرحبا بك بنيتي، مرحبا بك. راه عائلتك كبير، عائلة امك كبيره. غير هذاك القدر بنيتي مرضت مرض صعيب، وقدر ما شنقول لك. لا اله الا الله محمد رسول الله. الحمد لله اللي من اللي لقينا اللي قال هذاك القلب مفتوح راني عائلتي انا دارين الحمد لله ولاداتي. مرحبا بكم كنتم عادين، راني بكل فرح بغيت انا عائله ونتمناها ان شاء الله بكل فرح. لا مرحبا بك، تجي تشوفي عائلتك وانت راه عائله كبيره والحمد لله. مرحبا بك، راه كيرحبوا بك كاملين، كيرحبوا بك. الحمد لله الحمد لله بك بنيتي. الحمد لله. نهار كبير هذا ونهار كبير هذا والله يرحم هذه السيده اللي دارت هذا النداء، والله يجدد عليها الرحمه. وكنقول لك واحد راه ما تصوريش واحد الفرحه، وربي كيشهد عليا دائما كندير النداء مع سيدي ربي يحل لك القلب ديالك وتبحثي على العائله ديالك، لان هذيك السيده ماشي رخيصه علينا. القدر ديال المرض مرضات ما رخيصاش علينا ديك السيده والحمد لله على كل حال. من خلات لينا بعدا نشموا فيها الرواحه. مرحبا بك بنيتي، مرحبا بك. ما ليهاش. اللهم لك الحمد. انا مرحبا بكم. انا عاودت لي على دوك صحاباتها كلهم نعاود لكم عليهم اسرارهم ان شاء الله. هادشي خديجه، هاد الذكريات كامله ان شاء الله تتلاقاي مع خالتك ولا تهضري معها في التليفون، وديك الساعات تجبدوا كاع هاد المواضيع. ولكن اللي كيهم دابا هو الحمد لله على هذا النهار اللي جاب لك الله هذا الخبر هذا، ولقيتي العائله ديال الام ديالك المرحومه. فمبروك عليك مره اخرى، مبروك عليك. الو خديجه، هاني معاك. قلت لك مبروك عليك. باش تخليك معايا في الخط، نعطيوك الرقم ديال خالتك ان شاء الله من دابا شويه، وتكملي التواصل معهم. شي كلمه في الختام للمستمعين، تفضلي. الله يبارك فيك اخويا، الله يرحم لك الوالدين، الله يرحم لك الوالدين، الله يبارك فيك. والله يرحم الله فاطمه في هذا النهار.
امين. الله يرحم فاطمه ويرحم رشيده اللي ماتت عطات الايداع. اي الله يرحمهم كاملين، ومبروك عليك مره اخرى اختي، مبروك عليك. الله يبارك فيك. مرحبا، خليك معايا في الخط. غادي نحيي ايضا لاله السعديه. السلام عليكم مره اخرى لاله السعديه. مبروك عليكم بنت اختكم اللي بانت، ها هي. وهذا نهار كبير كيف قلتي قبيله، وهذه زياده الخير، هذه زياده الخير. البرنامج ديال الخير. هذه الله تعالى كيبغي هذا الشيء، الله تعالى برنامج الخير. الله يجازي هذا البرنامج، الله يجازيه. بارك الله فيك لاله السعديه، مرحبا. وهذه زياده الخير كيف ما قلنا، والله تعالى فاش تامر بشي حاجه راه ها هي كتبان. الحمد لله الحمد لله. وسلمي على السي هشام. ربي يخليك، يطلعوا عنك. انا والدي هو اللي قلت لها وليدي اتصل ليا، هو اللي قلت لها وليدي وشد لي الخطعه ديالي، ماما هانتي هضري عطيتي هي. ما شاء الله عليك، الله يحفظكم. ما شاء الله عليك، رمضانكم مبارك. مرحبا. والله الاختيار ديالها، بغيتنا نمشيو لعندها مرحبا، تجي لعندنا الباب مفتوح مرحبا اللي بغات. ان شاء الله. هذاك هو النهار الكبير، تعرف عليكم وتشموا فيها ريحه المرحومه رقيه. الله يكبر بكم وكبر بكم وكبر هذا البرنامج، وتحصيلة الرحم أصبحت الأجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. مرحبا لاله السعديه. مرحبا، خليك معايا في الخطه لاله السعديه باش نعطيكم تبادل الارقام. مرحبا، خليك معايا. اذا كان هذا اللقاء ديال عجبتني واحد الكلمه زوينه قالتها السعديه الخديجه، وغيكون عندها واحد الوقع كبير. قالت لها العائله كبيره، يعني شوفوا سبحان الله العظيم، راه الله فاش تيبغي، هذا راه عبره. شوفوا الله تعالى فاش كيبغي يدير واحد الفرج للانسان، كيبغي يدير واحد الحاجه زوينه اللي ما كتوقعهاش، وكتكون خارج من واحد الحاجه اللي كان فيها الالم. انا نعطيكم الصوره اللي عشناها في المباشر. خديجه كانت مقصحه في قلبها ومقلقه، لانه يلاه توفات عدوزتها الله فاطمه الله يرحمها. ولا فاطمه الله يرحمها كانت هي اللي دازت معنا في البرنامج، وكانت كتحفزها من اجل البحث عن عائله الام رقيه الله يرحمها في بويا عمر. اليوم يوم من ايامات الله، فطرت هي والزوج ديالها ووليداتها. الزوج خرج، هي ربما مع الشقاوه داعيات ونعست، تكات شويه. هنا تيجيك الفرج ديال الله ما كتكونش نتوقعوا، حتى كيدخل عليها راجلها فاش قلنا له سير فيقها، وغيفيقها ويقول لها نوضي راه لقينا عائلتك. يعني تخيلوا المشاعر ديالها، وراكم سمعتوها كدوي مع خالتها بعد، وتجيها النبأ السعيد والكبير، راه لقينا عائله الام ديالك وراه غادي تكلمي مع خالتك. يعني راه حتى حاجه ما صعيبه عند الله. ديما الانسان الا كان حزين وإلا كان مقلق في شي حاجه يتشبت ديما بالله، راه في لحظه كيجيك الفرج اللي ما كتكونش توقعتيه او لا دريتيه مع راسك. هذه غير من العبر اللي عشناها معكم، وكنتشبتوا دائما بالامل. هذا هو العنوان في البرنامج، الامل. تشبتوا بالامل، هو السلاح ديالنا، هو الطاقه ديالنا، باش اننا كنلاقيو الناس وكنلاقيو الدم بعد سنوات من الفراق. خديجه راه كانت رضيعه من الثمانينات وكبرات وتزوجت، ولكن ديما في نفسها الام ديالي، شنو العائله الام ديالي اللي توفات الى غير ذلك. واليوم جاءها الفرج وجاءها النبأ، وها هي غادي تتعرف على عائله كبيره، من بينهم خالتها السيده السعديه ذات القلب الكبير اللي سمعنا لها دابا، ومازال امتداد ديال العائله في اسفي غادي يجددوا معها واحد الصله ويبنيوا معها واحد الترابط عائلي كبير جدا. بقلب مفتوح مع اسماعيل مباشره من راديو اصوات، غادي يكون منشور في الصفحه ديال البرنامج بفيسبوك على هذا اللقاء وعلى التطور. يمكن لكم تكتبوا تعاليقكم وتهانئكم، وايضا يعني ملاحظاتكم على هذا الموضوع هذا في التعليقات. نتابع وندرج المزيد من القصص وقضايا البحث والنداء كيف ما متعودين مع بعض في حلقات الجمعة من برنامج بقلب مفتوح على راديو أصوات. نعود بعد الاستراحة.